افضل اجهزه حقيقي انا استخدمتها وبنصحكم. واحده شد وتفتيح ونضاره حلوين جدا، وواحده شد بس. كده انا خلصت الجلسه بتاعتي. بعد ساعه ان شاء الله مش دلوقتي هبدا احط الفيس. هلا بالحلوين، وحشتوني قد الدنيا كلها. يا رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال من الفيديو اللي فات. طبعا ما تنسوش ان الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن الديرمابن وازاي تعملي جلسه ديرمابن ناجحه وما تكونش فاشله وما يكونش فيها اخطاء. النهارده هنعمل جلسه ديرمابن معاكم، بس قبل ما اعمل جلسه الديرمابن ما تنسوش تتابعوا شغلي على الانستجرام وشوفوا حبه الريفيوهات دي عشان تتشجعوا كده للفيديو. يلا بينا. بعد ما شفتوا ريفيوهات الجلسه وعرفتوا قد ايه هي خطيره، في بنت من البنات بعت ان هي حست ان صغرت 10 سنين، فانتوا كده عارفين ومتاكدين ان الجلسه دي مش اي كلام زي ما بعض الناس بيطلعوا، لا هي فعلا جلسه من الاخر. بنات كتيره قالوا لي شكل بشرتك تعبان ومرهقه، وده حقيقي طبعا، يعني واضح جدا جدا. طيب فحلها جلسه ديرمابن، والصراحه انا بقالي كتير جدا ما عملتش جلسات ديرمابن، داخله في السنه تقريبا، فانا عارفه اني مقصره في حق بشرتي، ولكن كان في ظروف كتير انا ما كلمتكوش فيها لحد دلوقتي حصلت الفتره اللي فاتت خلتني مقصره شويه في حق نفسي. فيلا بينا نرجع تاني نظبط الدنيا. يلا بينا على الفيديو. اول حاجه انا هكلمكم عن الفرق بين الديرمابن والديرما رولر، لان في بنات لحد دلوقتي مش عارفين ايه الفرق ومش عارفين امتى استخدم الديرمابن وامتى استخدم الديرما رولر. اوكي، الديرمابن اقوى كتير جدا من الديرما رولر كنتائج وكتحسين لملمس الجلد وتحسين انسجه الجلد وتحفيز كولاجين واليستين، فما فيش مقارنه اصلا. لكن لما اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها بالديرمابن ممكن ابدا استخدم الديرما رولر، مع اني انا كدعاء ما بحبذهاش ولا مره عملتها. ليه؟ لان انا بستخدم جهاز لنفس العدد الجلسات اللي انا بعملها، فده حاجه بتضايقني جدا ان انا استخدم نفس الابر دي وادخلها وبعدين اعقم وبعدين ادخلها تاني على بشرتي. لا لا لا، انا ضد الفكره دي نهائيا. طبعا اللي بيعملها ومبسوط بيها خلاص، انما انا ما بحبش المخاطره ببشرتي. انا استخدم ابره نظيفه ارميها وبعدين افتح واحده جديده واستخدمها. اول حاجه دي. تاني حاجه طبعا ان الديرما رولر ما فيهاش مقاسات للبشره، للخد، للشفايف، للعيون، لا هي بتبقى مقاس واحد وبستخدمها على البشره بالكامل. اعماقها خفيفه جدا مقارنه بالديرمابن طبعا، فنتائجها مش اقوى حاجه بالنسبه للديرمابن. الجهاز القمر ده سبب نجاح جلسات الديرمابن عندي في السنتر الفتره اللي فاتت. مستر بن، الجهاز ده روعه روعه روعه، عظمه، ويستاهل كل ريال انا دفعته فيه، ويستاهل كل ريفيو انا قلته لاي متخصصه او اي عميله بتيجي عندي وتسال طب انا لو عايزه اكمل بعد كده عشان الجلسات مثلا غاليه اعمل ايه، وبقول لها جهاز مستر بن. والجهاز ده بالخصوص انا بعد ما اشتريته وعجبني لحد ما انا حسيت ان انا مغرمه بيه، اشتريت كل الفيرجن التانية من على السايت بتاعهم. الفيديو مش اعلان، ما خدتش فيه ولا ريال عشان اي حد هيقول لي اعلان تحت، هو مش اعلان. طيب نرجع تاني لموضوعنا. طيب بعد ما جبت الجهاز ده وشفت نتائجه اللي انتوا لسه سامعين الريفيوهات بتاعتها دلوقتي او شفتوا الريفيوهات بتاعتها دلوقتي، قررت ان انا اجرب كل الاجهزه بتاعت مستر بن واشوف ايه الفرق بينها وبين اجهزه الدكتور بن. اول حاجه لقيتها ان اجهزه الدكتور بن مضروبه في السوق كتير جدا. طبعا اجهزه الدكتور بن ما بنتكلمش دي مضروبه، لا مضروب منها كتير جدا في السوق، لكن اجهزه مستر بن لا. طيب تاني حاجه ان اجهزه مستر بن في باركود كده بتاكد منه ان كان الجهاز اصلي ولا لا، وطبعا بيوضح لي ان الجهاز اصلي وبيدخلني كمان على السايت بتاع الجهاز.
او على لينك الجهاز. طيب فده بيأكد لي ان الجهاز اصلي لسه مش مضروب في السوق نهائي، لانه لسه الاجهزه اصلا الفيرجنز بتاعتها جديده. تالت حاجه ان الحاجات الامكانيات اللي جوه الجهاز مش موجوده لحد دلوقتي في اجهزه دكتور بن. الابر بتاعه مستر بن مش موجوده، وده على ضمانتي. انا خلصت الابر اللي كانت موجوده مع الجهاز، ال20 خرطوش او 22 ابره كانوا موجودين مع الجهاز، خلصتهم الحمد لله اللهم بارك يعني في شغلي. واشتريت العلبه دي من حوالي 10 ايام، خلصت منها حوالي 5 او 6 علب او 6 وحدات، والعلبه لسه فيها ان شاء الله فيها حوالي 10 كمان اخلصهم وهشتري تاني. تمام. فانا اشتريت بعد ما خلصت ال 22 ابره بتاعته اللي هما مبعوثين مع الجهاز. فطبعا اكيد ده ياكد لكم ان الجهاز ولا كلمه. ده بالنسبه لجهاز A8S بلس. هكتب لكم اسماء الاجهزه هنا علشان انا مش احسن حاجه في حفظ الارقام، فانا هكتب لكم اسم الجهاز هنا، وان شاء الله هجيب لكم صوره كده منه على الموقع، تقدروا تشتروه من على امازون. تكتبوا مستر بن بيطلعوا حوالي 8 فيرجن، وكل فيرجن ليه سعره. طيب الجهاز ده عامل حوالي 500 وي ريال طبعا. تمام. وجبت لكم خصم على الاجهزه بتاعه مستر بن. هحط لكم هنا الخصم بتاع الاجهزه، هيديكوا خصم 10%. افتكروا بس الجمايل دي. تمام. فاي حد هيدخل هياخد الخصم بالكود بتاعي. اوكي. الجهاز ده للمتخصصات، للبنات اللي بتحب جلسات الديرما بن كتير وما بتستخسرش. الجهاز ده عظمه. اوكي. طبعا الجهاز هنا يا بنات فيه 6 سرعات، 1 2 3 4 5 6 سرعات هنا. تمام. الابر بتاعته نظامها مش موجود نهائي مش موجوده في اي حته. الابر بتاعته مموجه، وده حاجه ما كانتش موجوده ولا حد قبل كده عملها، وان الابره تكون مموجه بالشكل ده، فبالتالي بتعمل مساج للمنتج او الميزوثيرابي او العلاج اللي انت بتحطيه، بلس ان هي بتعمل علاج للتحفيز للكولاجين عن طريق المساج وقت الجلسه. الابر بتاعته اكتر من خطيره، طبعا تيتانيوم، يا رب يكون واضحه. الابر بتاعته خطيره، ناعمه. بصوا عامله ازاي، شفتوا الابر عامله ازاي؟ والله الابر دي ما موجوده في اي مكان. الابر بتاعه الجهاز دي، الجهاز بتاع A8S بلس. تمام. فالابر بتاعته مش موجوده. الجهاز نفسه قيم جدا وفعلا مش موجود. معاه 2 بطاريه، واحده وايرلس اللي هي دي اللي انا بستخدمها في شغلي، وواحده لازم تكون متوصله بالكهرباء، ودي لو دي فصلت بحطها في الفيشه واشتغل واخلص جلستي عادي جدا. طيب هوريكم بقى فيرجنز كتير لاجهزه مستر بن هتديكم نتائج خطيره. تاني جهاز من مستر بن وهو جهاز E30. اوكي. الجهاز ده اقتصادي جدا، يعني سعره مناسب لاي حد مش حابب يدفع فلوس كتير في الجهاز. الجهاز طبعا تقدروا طبعا تحطي الموبايل بتاعك على الباركود هنا، هيدخلك اصلا اوريدي على اللينك بتاع الجهاز، وهيأكد لك ان الجهاز اصلي من مستر بن. الجهاز من مستر بن. اوكي. طيب تعالوا اوريكم شكل الجهاز بقى، عشان انتوا يعني هتقولوا ازاي سعره رخيص كده على الجهاز ده. بصوا شفتوا شكل الجهاز عامل ازاي؟ ده ارخص جهاز عندهم، يعني ده يعتبر الجهاز الاقتصادي اللي عندهم. انت متخيله انك عندك جهاز زي كده وده اقتصادي وان سعره مناسب؟ واصل لحد طبعا 2.5 ملي. معاه الابر بتاعته بيبعتوا لك 22 ابره، طبعا بمستويات كتير تناسب البشره وتناسب الجسم. لو عندك مشكله في جسمك تقدري تستخدمي الابر العاليه اللي هي 36 و42، ولو في مشكله بسيطه تقدري تستخدمي ال 12 ال 16، المشكله وسط تقدري تستخدمي ال 18 او ال 24. ودي الابر بتاعته، تعالوا نوريها لكم. اوكي. الابر بتاعته
جربت منها على فكرة على كام عميلة، النتائج حلوة جدا، والإبر مختلفة، عاملها بشكل كده، بشكل مستقيم كده مش بشكل داير، فبالتالي الإبر بتاخد مكان كبير وهي بتشتغل، وبتحفز كولاجين كويس قوي. كل الإبر بتاعتهم تيتانيوم، مفيش إبر مش أصلية أو الإبرة مش مظبوطة. والجهاز الخطير ده. طيب هنيجي على الجهازين اللي ورايا دول. أول جهاز فيهم، اول حاجه هم حاطين اللوجو بتاع الجهاز، الباكجينج بتاع العلبه خطير. لفه جاتوهات، اوكي، هم باعتين حاجه لفه جاتوهات، الباكجينج خطيره خطيره. بنفتح كده، اوكي، بفتحه كده، اوكي، بتلاقوا الابر بتاعتنا، ودي من الابر اللي انا حبيتها، اللي هي الراس بتاعتها بتعمل مساج للبشره. والجهاز ده اللي هو A10، اوكي، A10 تقريبا سعره حوالي 400 وطبعا بعد الخصم بينزل 10%. هحط لكم الاسعار وكل حاجه بالتفصيل بعد ما يعني وانا بمنتج الفيديو، اوكي. طيب ده شكل الجهاز A10 والرقم بتاعه A10، اوكي، A10، اوكي. ده شكل الجهاز تحفه. شفت شكل الجهاز عامل ازاي؟ ده اللي هو الA10. الابر بتاعته بقى تعالوا اوريها لكم بقى. طبعا ارخص من الابر بتاعت من الجهاز الاولاني، طبعا ارخص، ولكن نفس فكره الابر بتاعته. استنوا اوريها لكم، هفتحها عشان خاطركم. الابر بتاعته نفس الفكره، اللي هي المموجه، اللي طبعا بتسمح بدخول المنتج او العلاج بشكل اقوى، بتعمل مساج للبشره وقت الجلسه. والابر بتاعته دي النانو على فكره. طب انا ما اتكلمتش معاكم ولا مره في الابر النانو، ايه فايدتها؟ الابر النانو دي لو انا عملت جلسات ووصلت النتيجه خطيره، ومحتاجه ان انا اعمل جلسات بدون محمر او يحصل لي احمرار في البشره، فاعمل جلسه بالنانو دي هشوف نتائج ولا اروع. تمام، فانا كده هحافظ على النتائج اللي انا وصلت لها. معاه شاحن بحيث ان انا اقدر اشحن بيه زي الموبايل كده، ويشحن ونقدر نشتغل بيه وقت الجلسه عادي جدا. وبعد ما يتشحن بتشيلوه وتقدري تستخدميه كده وايرلس. طيب اخر جهاز معايا النهارده، على فكره في اجهزه تانية انا كنت شارياها من فتره بس انا مش هكلمكم عنها دلوقتي. انا هكلمكم على الاربع اجهزه اللي انا شارياهم لسه بعد ما جربت الجهاز العظمه بتاعنا، اوكي. تعالوا بقى اخر جهاز، وهو فيه ميزه مش موجوده في كل الاجهزه اللي معانا، هتفيدكم جدا لو اي بنوته فيكم عندها مشكله في جسمها، زي ستريتش ماركس، زي سكارز، تعويره قديمه، مشكله قويه. وهو الجهاز ده برضو بيجي لفه جاتوهات. الابر بتاعته هي جمالها. بصوا الابره عامله ازاي، بصوا الابره عامله ازاي، خطيره. الابره خطيره وناعمه نعومه. استخدمتها وليها راس، استنوا بقى موريها لكم، لاني استخدمتها على عميله وحبيت قوي النتيجه بتاعتها. خليني اشجعكم قبل ما اوريكم رقم الجهاز. هفتحه قدامكم، اوكي. طيب دي شكل الابره، والله العظيم مستر بن عامل عظمه. و استنى، ايوه، عامل الراس بغطا، متخيلين؟ طيب شلنا الغطا، الابر بتاعته عظمه زي الجهاز الاولاني اللي انا اصلا بسببه اشتريت بقيه الاجهزه بتاعته. الابر الناعمه اللي تديكي نتيجه وتحفيز كولاجين هايل من غير ما تجرحلك، من غير ما تعملك خرابيش، من غير ما تيجي بعد الجلسه تقولي ده المسامات وسعت. بصوا شفتوا الجهاز ما هو محطوط ازاي، انا فتحته للعميل وبعد كده دخلته. قلت لا مش هفتح كل الاجهزه دي مره واحده. شايفين
اوه، ايه رأيكم؟ 9 مستويات، 9 مستويات، 3 ملي، 3 ملي. وصلنا ولا لسه؟ ايوه، 3 ملي. وده الجهاز الوحيد اللي موجود في السوق وصل لل3 ملي. هتقولي لي هيفيدنا بايه ال3 ملي ده؟ عشان البنات اللي عندها سكارز او ندبات او مسامات واسعه وقويه ومفتحه، مش المسامات العاديه بتاعتنا دي، لا، المسامات اللي هي بورز كده، يعني متقطع، الجلد متقطع، لازم على الاماكن دي يا حلوين. والسكارز زي اللي وريتها لكم انا قبل كده، كانت طالعاني من ايام فتره المراهقه بتاعتي، او جرح كده في الجسم كده مقطوع واخد شكل كده مش حلو، او ستريتش ماركس، الخطوط البيضه دي، بشتغل عليها برقم 3. نقول لكم بقى على رقم الجهاز S5 من مستر بن، S5 من مستر. وطبعا بعد خلاص ما وريتكم كل الاجهزه بتاعه مستر بن، افضل اجهزه حقيقي انا استخدمتها وبنصحكم، علشان لو حد فيكم لسه ما يعرفش او حد فيكم لسه بيقع في الحاجات اللي مش مضروبه اللي ماليه السوق، ف مستر بن الصراحه حاجه اصليه مضمونه. هتلاقوها موجوده على امازون، جبت لكم كود خصم عشان لو حابين تستفادوا. طبعا في الديسكريبشن بوكس هحط لكم لينكات الاجهزه باسعارها، بس سهل جدا. ادخلوا على امازون واكتبي مستر بن واكتبي رقم الجهاز اللي انا قلت لك عليه في الفيديو، هتلاقي السعر تحت، حطي البرومو كود او كود الخصم بتاعك، خدي الكود الخصم ومبروك عليكي الجهاز بالابر بتاعتك. طيب هعمل الجلسه النهارده بالجهاز القمر ده اللي هو الاي 8 اس بلس، وهعمله بإبر رقم 18. هستخدم عمق من 1 ل1.5، لو زقزقت في دماغي بستخدم 2، بس انا حاسه ان انا مش محتاجه اكتر من 1 ل1.5. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هغسل بشرتي بالغسول اللي عندي. تاني حاجه هجهز الميزوثيرابي اللي هو برضو قلت لكم متوفر عندي، لو عايزينه بتكلموني برايفت على الانستجرام وبوديه لكم كان في السعوديه او في مصر. طيب فيلا بينا. هحط المخدر، وهستخدم مخدر برودوكاين اللي هو موجود اصلا في الصيدليات ب 24 تقريبا، ب 24 جنيه. انا كنت جايباه من سنه ب 24 جنيه. بستخدم اهم حاجه تحطي كميه اللي هو زي الماسك كده لو انتي خوافه زيي، لو ما بتخافيش خلاص. طيب عملت ايه؟ غسلت بشرتي بالغسول ده، شفتوا كميته وحجمه عامل ازاي؟ اوكي. وبعد كده حطيت البرودوكاين. اوكي، انا حاطه البرودوكاين طبعا حاجه بسيطه قوي، لكن انا للعملاء اللي عندي بحط لهم ماسك، يعني تحسي ان انت حاطه ماسك كده. وطبعا بستخدم كمان تكتكس، بس تكتكس مش متوفر عندي دلوقتي طبعا، ده اقوى يعني. لكن اما بستخدم ده كماسك كده والعميله تقعد تلت ساعه، لا خلاص ما بتحسش باي الم نهائي. واحنا متخدرين شويه كده، تعالوا ما اكلمكم عن الميزوثيرابي اللي متاح عندي. اوكي، ده الميزوثيرابي اللي موجود عندي. اوكي، ما يتقارنش ابدا بالميزوثيرابي اللي انتوا يا بنات بتروحوا تجيبوه من السوق ب 100 جنيه و200 جنيه. ده ميزوثيرابي حقن، يعني الدكتور او المتخصصه تقدر كمان تحقنه. اوكي، بس طبعا لازم تكوني واخده دبلومه حقن او كده، يعني ما تشتغليش حقن طبعا وانتي مش متخصصه او مش دكتوره او كده. اوكي. طيب فالميزوثيرابي ده ميزوثيرابي من اقوى الميزوثيرابي في التفتيح. انا عايزاكم تشوفوا بشرتي دلوقتي وتفتكروها قوي، وهطلع لكم ان شاء الله فيديو تاني اوريكم النتائج. انا طبعا مش مستنيه النتيجه لان انا اوريدي العملاء عندي اللهم بارك النتائج بتاعتهم خطيره. طيب فده اول ميزوثيرابي تفتيح، في حوالي 30 ماده تفتيح بتدخل تعالج الانسجه وتقاوم الميلانو بتاع البشره، فتديكي تفتيح حلو جدا. تاني منتج ميزوثيرابي ده على فكره ده غير ده، يعني ده غير ده. اوكي. طيب ده بيدي شد نفس نتائج ابره البروفايلو
لو حد فيكم يعرف نتائج ابره البروفايلو دي اقوى ابر بتشد، يعني بتعمل شد للتجاعيد كده والخطوط التعبيريه والخطوط بتاعه الابتسامه دي والخطوط اللي حوالين العين. ولو عندك مثلا خطوط هنا، عندك خطوط هنا، بدل ما تعملها بوتوكس فاحنا بنتجه دلوقتي للعلاج عن طريق ابره البروفايلو. ده نفس النتيجه بتاع ابره البروفايل. الميزوثيرابي الاخير ده وده نضاره فوريه، نضاره بيدي نضاره فوريه. طب انا بعمل ايه في الجلسه؟ بعمل ميكس فيتامينز، ميكس للثلاثه دول، مش هينفع يقع خالص. فبعمل ميكس للثلاثه ميزوثيرابي دول. طب يا دعاء لو انا هشتري ميزوثيرابي من عندك او من عند غيرك اعمل ايه؟ اهم حاجه الميزوثيرابي بتاع التفتيح، اوكي، اللي هو الميلانو اوت او الراديانس على حسب اسم الميزوثيرابي. طيب الميزوثيرابي ده هيعمل ايه؟ هيعمل تفتيح قوي جدا، توحيد لون، علاج للتصبغات، اثار الحبوب، البقع، وبيدي نضاره. اوكي، فتقريبا انا بنكت، خليني اشيل يلا البنج واجي لكم. اول حاجه الابره بتاعتي بفتحها قدامكم، اوكي، بحطها في الجهاز بالطريقه دي وبقفل عليه، اوكي اهو. خلاص كده انا مستعده للجلسه. بشتغل باهتزاز رقم 1، عمق رقم 1. اوريكم العمق بشتغل ازاي اهو، اوكي تمام، ده العمق، اوكي. انا بشتغله برقم 1، يعني بخلي السهم ده يبقى قدام رقم 1. حلو كده. ده الميزوثيرابي. انا كده عامله ابرتين انسولين، اوكي، واحده شد وتفتيح ونضاره حلوين جدا، وواحده شد بس. طبعا انا مش هحقن قدامكم طبعا. انا كل اللي هعمله ان انا هستخدم عادي زي اي ماده كده، وببدا ادلكها على البشره واشتغل. طبعا يا ريتكم تكونوا لابسين جرافزات افضل، اوكي. طبعا ولا حاسه باي حاجه اصلا، ولا حاسه باي حاجه، يلا بينا نشتغل. بشتغل بحركات دائريه كده على منطقه، اوكي. ابعد عن الحبوب، عندي حبايه هنا فابعد ان انا اجرحها، اوكي. طيب احط تاني من الميزوثيرابي وابدا اشتغل. الوش بدا يحمر، في دم. طبعا كل ما بنطلع دم كل ما بتكون النتيجه افضل. لكن الحلو في الابر دي، يعني العظمه دي والله حقيقي، اني ناعمه يا بنات، وبتعمل زي تدليك للبشره وانا بشتغل. بصوا انا مش حاسه باي حاجه والله، وحاطه بنج خفيف جدا، حاجه كده لا تذكر يعني، لكن في نتيجه، فاهميني؟ طبعا هاجي على المسامات دي، على البورز دي او السكارز، لا هي مش بورز هي سكارز، هاجي عليها كمان شويه بس بعمق اكبر. طبعا الخطوط دي انا هشتغل عليها بالشد دلوقتي، بالميزوثيرابي بالشد. هبدأ احطه تاني على منطقة الخدود، هو تقيل شوية مش زي الميزوثيرابي التفتيح، وهبدأ امشي بيه حتى لو بطريقة بسيطة. طبعا اجي عند خطوط الابتسامة واشتغل كويس. خلاص انا دخلته كده حلو. يلا الناحية التانية. اوكي. طيب وهنا طبعا ده ميزوثيرابي شد اكس اف سي بلس فيس، وده شد فقط. اضطر ان انا البس جلافز حتى لو لبشرتي علشان ما اعرضش بشرتي للالتهاب. وهعمل زي تدليك كده للميزوثيرابي اللي انا كنت حاطاه، اوكي.
انا ما جيتش على عيني، انا عارفه، بس انا قصده يعني مش حاسه ان انا محتاجه حاجه، بس لكن ان شاء الله الجلسه الجايه هعمل لكم على العين، ولكن لو هتشتغل عليها ب 25 مللي. اوكي، اللي هو 0.25. اخر حاجه هستخدمها وهو سيروم اللي انا قلت لكم عليه متوفر عندي، سيروم هايلورونيك اسيد اصلي تحفيز كولاجين والاستين. وده السيروم حجمه حلو جدا، عايزه اقول لكم انا 40 جرام، عايزه اقول لكم ان انا مخلصه حوالي 8 علب بره. اوكي كده انا خلصت الجلسه بتاعتي. بعد ساعه ان شاء الله، مش دلوقتي، هبدا احط الفيوسيدين او المضاد الحيوي اللي عندي، وده ضروري جدا علشان الالتهاب يروح. انا عارفه ان في دكتور كتير او متخصصات كتير بيقولوا بلاش فيوسيدين، لكن انا بخاف اعرض البشره لالتهاب اكبر او ان يحصل تصبغ. اوكي، الفيوسيدين بتاعنا العادي خالص اللي هو بالشكل ده، اوكي، هنجيبه من الصيدليه وهستخدمه بعد ساعه، وبعد الفيوسيدين بساعه اقدر استخدم البيبانسين، وبعد الفيوسيدين بيبانسين بستخدم طبعا الهايلورونيك اسيد بتاعنا، وعلى التوالي ما بغسلش بشرتي قبل 8 ساعات. وكده اكون خلصت لكم الفيديو يا حلوين، يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب اكون كنت خفيفه على قلبكم. بس كده، باي باي.